بص يا أستاذ جدو زيكو، أنا عملت لك نظام صحي وركز معايا الله يخليك عشان تمشي عليه لمدة أسبوع وتجيلي. عارف صينية البشاميل اللي متعصجة باللحمة المفرومة وعليها جبنة مبشورة وسايحة ومنحنحة عليها؟ يا سلام، طبعا عارفها. هتنساها خالص وتفطر لي على سمرة. أدعي عليك يفطروا عليك قرص سادة من غير ملبن ولا عجوة، رحمة ونور على روحك يا شيخ. عارف محشي ورق العنب السخن الملهلب اللي متغرق شوربة كوارع وعليه هبر لحمة؟ يا حلاوتك يا دكتور انت. هتنساه خالص وتاكل لي ربع رغيف جبنة. يلفوك في رغيف يا بعيد ويحدفوك في فرن حامي. عارف صينية الكنافة اللي بالمكسرات اللي عليها عسل أبيض، تاكله ويتدلدق على هدومك وتدوب كده في بقك؟ أيوة يا دكتور أيوة. هتنساها خالص وتاكل زبدية من غير وش، يشيلوا وشك يا بعيد وتقابل الناس بقفاك. اتفضل يا جدو زيكو، الشاي على النار، تعال اشرب معايا. والله شكرا، أنا عامل رجيم مش عايز أبوظه. تعال بس يا جدو زيكو، دي كوباية شاي صغيرة. طيب بس من غير سكر. يا جدو زيكو بحبحها شوية مش كده، هي معلقة السكر دي اللي هتبوظ لك الرجيم. على رأيك يعني هي جت على معلقة السكر بتاعة الشاي؟ هات يا عم هات. يا ضيت يا بنتي هاتيلي أي ثمرة أكلها. دايت ايه يا جدو؟ انا سكر. ما هو أنا خايف أقول اسمك أتخن وأبوظ الرجيم. وبعدين ثمرة ايه يا جدو؟ ده في باقي الحواوشي اللي بالصداقة والجبنة ومعاها ترشي ولا مية الترشي يا جدو. أنا عامل رجيم حواوشي إيه بس؟ ده 5 ترغيفة يا جدو، كلهم وبعدين ابدأ رجيم. انت مش شامم الريحة؟ هي ريحته طالعة وأنا جعان. هاتيه وخلاص، يعني هي جت على رغيف الحواوشي ده؟ لا ما اقدرش ازعلك، معلقتين مش هيخسروا حاجة. لا 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 عادي الرجيم مش هيبوظ. هات يا عم واحدة مش هتخسر، هي جت على الرغيف ده ما جتش على المعلقة، ما جتش على الفرخة. يا دكتور. ايه مالك يا استاذ جدو زيكو؟ انا بقيت برميل اكل متحرك ماشي على الارض وبتدحرج بدل ما امشي. انا كنت جاي لك يا دوب 70 كيلو، دلوقتي داخل على 117 يا دكتور. ليه انت ما مشيتش على الجدول اللي انا قلت لك عليه؟ انا لو مشيت على جدول الضرب كان بقى مفيد ليا. ايه ده؟ ايه الريحة دي؟ انا عارفها كويس، دي ريحة بسبوسة وبالسمن البلدي. بسبوسة بالقشطة وعليها عسل نحل جبلي يا أستاذ جدو زيكو. يا حبيبي يا دكتور هات الحلو ده ما يتسابش. على رأيك الحتة دي مش هتخسر في الدايت، نعتبره اليوم الفري. بقولك ايه، ما تتخصص في النحافة يا دكتور وسيبك من موضوع السمنة ده بقى خلاص. ايوه صح يا سماح بقولك ايه، شيلي اليافطة اللي بره دي واكتبي عليها استشاري نحافة وبس.